يا صباح الخير يا مساء الخير، شلونكم فراشاتي وحبايبي؟ ان شاء الله تكونون بخير، واللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اليوم راح نسوي وياكم روتينا. طبعا انا متى انزل فيديوهات هوايه، تمام؟ يعني مو كل يوم دا انزل فيديوهات، اعذروني ان شاء الله بالايام الجايه ما اقصر وياكم. اليوم طبعا روتين خفيف بسيط سريع، يعني حاولت اصور لكم جزء من يومنا، تمام؟ ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. ولا تنسون حبايبي لايك الفيديو، واللي لسه مشترك يشترك بالقناة. وطبعا كالعادة كأي بيت عراقي او اي بيت عربي، شو نسوي؟ نقعد من النوم الصبح، تمام؟ نتريق، اوكي، وبعدين شو نسوي؟ نخلص شغلنا، شغل البيت، اذا اكو فشي لازم ننظف ونخلص، تمام؟ وبعدين طبعا نبلش بالغداء. اوكي، اليوم طبعا غدانا حيكون خفيف متنوع وشغلات مقلية. اوكي، مثل ما شفتوا سوينا فلافل، سويت سمش طبعا هذا لقيته بالبراد بالثلاجة، فطلعته على مود اسويه. اوكي، على مود ما يبقى يعني فترة طويلة بالفريزر. اوكي، وسويت هنا هاي الفلافل. طبعا فلافل، اللي يحب ياكل فلافل ياكل فلافل، يحب ياكل سمك ياكل سمك، حب ياكل بوتيتا. طبعا سويت وياها بوتيتا مسلوقة، وايضا راح اسويها اقليها، يعني اخلي عليها كم شغلة هسه راح تشوفوها وياي، وبعدين اقليها على مود طعمها يصير اطيب من المسلوق فقط. هنا طبعا بنفس الزيت اللي سويت بيه الفلافل خليت السمج. طبعا السمج ملحته بالملح الخشن، خليت عليه شوية كركم، اوكي، ورشيت عليه ليمون حامض، بس ما خليت عليه شغلات هواية. اوكي، لين على السريع، وهو اصلا كمية قليلة ما يحتاج نخلي عليه شغلات هواية. وحبينا ايضا يكون طعم السمك موجود بيه، ما يتغلب عليه طعم البهارات الثانية. اوكي، فهمتوني؟ هنا هاي البوتيتا خليت عليها ملح، ملحتها زين، وخليت عليها بابريكا. البابريكا تعطي طعم ولون للبوتيتا كلش طيب، سواء مسلوقة او مقلية تقدرون تخلون البابريكا عادي جدا. واذا تحبون تنكهوها، يعني مثلا تخلون عليها بهارات ماجي، اوكي، الماجي او شوربة الدجاج او اللحم، يكون طعمها سوري بعد اطيب. وطبعا انا هنا اثناء ما دا اقلي البوتيتا سويت دا اقلي السمك، يعني كله بوقت واحد على مود كل الاكل مثل ما تعرفون، ودائما اقول لكم يخلص بوقت واحد، يكون كله حار، تمام؟ ما بارد، لان احنا ما نحب ناكل الاكل بارد، لازم يكون حار، تمام؟ وايضا تعرفون انه الجو بارد فمحتاج اكل حار. وطبعا حبايبي احجونا انتو الاجواء الشتوية هاي شنو تسوون بيها؟ شنو فعالياتكم بالشتاء؟ تطلعون ما تطلعون؟ وين تروحون؟ واذا بالبيت قاعدين شنو تسوون على مود تدفون؟ يعني هاي الاكلات العراقية اللي يسووها العراقيين او العربية على مود تدفيهم، شنو انتو تسوون؟ طبعا انتو راح تشوفون احنا بالليل شنو نسوي على مود ندفه. هنا طبعا الاكل صار جاهز، خليت طرشي، خليت زلاطة لهانة هاي، اوكي، وياها طماطة على جهة، بصل، ليمون، بس. وراح نروح نتغدى. اوكي، طبعا احنا غدانا هو غدا هو عشاء بوقت واحد، اذا كنا قاعدين متأخرين الصبح، اوكي، فنسوي مرة واحدة، يعني هو غدا هو عشاء، فيكون متأخر على وقت متأخر، لأن الريوق يكون على وقت متأخر، فهمتوني؟ فالغداء يكون على وقت متأخر، فاثنين في واحد، يعني غدا وعشاء مرة واحدة. اوكي، هنا طبعا بعد ما خلصنا غسلنا مواعيننا، نظفنا اللي محتاج يتنظف. هنا ماما ايش تسوي؟ خبز بالتمن، اوكي، خبز السياح يسمونه، اوكي. لأن بابا هاي الفترة ما دا يريد ياكل خبز، أو ما دا يريد ياكل طحين، أوكي، أي نوع من أنواع الطحين، فدا نسوي له خبز السياح اللي هو خبز التمن. أوكي، هو عبارة عن تمن تخلي عليه شوية مي، تمن مطحون، تمن عنبر مطحون، أوكي، تخلي عليه مي ويصير بهذا الشكل أو بهذا القوام. وبعدها طبعا تسويه بهاي الطريقة على هاي الصاجة، تمده مثل ما تشوفون او مثل ما شفتوا. طبعا الخبز طلع شكله كلش حلو، طعمه ايضا كلش طيب. وايضا ما مسوي خبز بالبوتيتا، اذا تحبون طبعا طريقة انزل لكم اياها ان شاء الله، اذا تحبون نسويها ونسويها.
تسويها معهم بطريقة كلش حلوة. طبعا للي ما يحبون ياكلون الطحين او اللي عندهم حساسية من القمح، اوكي، اللي يسوون دايت ما دايت، هيجي شغلات طبعا تفيدهم. شوفوا الخبزة شلون صارت. طبعا بعد ما استوت من جهة تقلبها شوية على الجهة الثانية، اوكي، وبعدين خلاص صارت جاهزة. طبعا هاي الصبح تقدرون تسوونها وتخلون عليها بيض، تخلون عليه قشطة، يطلع كلش كلش طيب. تشوفون شكله شلون صار. طبعا ماما سوت عدة احجام من عنده، كبيرة صغيرة وسط، كل الاحجام سوتهن. شو رايكم؟ هنا طبعا على اخر الليل بابا طبعا قاعد مثل ما تشوفون. جبت اني راح اسوي لهم كنافة. جبت الكنافة كانت موجودة بالمجمدة كمية قليلة، اوكي، ما سوينا هواية. فكنافة حطيت عليها زيت، تمام، او سمنة بلدي اللي هي السمنة الدهن، اوكي، وخليت عليها سكر مطحون او سكر عادي، تعجنوها سوية او تفتتوها سوية. بعدين خليت طبقة ومن الكنافة، وعليها طبقة من الجبن الموتزاريلا، وعليها طبقة ثانية من الكنافة، تمام. خليتها على الصوبة، حبيت اسويها على الصوبة لان نار الصوبة تكون هادئة وتخلي الكنافة تستوي على مهلها على راحتها، واحنا قاعدين نتدفى وما عندنا فشي يعني. لكن النتيجة طلعت تخبل تجنن. الكنافة على الصوبة تعطي طعم كلش كلش طيب، اطيب من ما تسووها بالفرن، تمام. اذا مو على الصوبة تقدرون تسووها على طباخ، تمام، او المصريين يسمونها البوتاغاز، تقدرون تسووها على البوتاغاز او على الطباخ، تمام، يصير طعمها كلش طيب. هنا طبعا هذا القطر انا مجهزته سابقا ودا اخليه على الكنافة وبس. وطبعا ما اقول لكم طعمها كلش طيب وتخلينا ندفى، لان اي شغلات سكرية، اي شغلات بها سكر تدفي الجسم، عرفتوا؟ تعرفون اكيد هاي المعلومة. الشتاء يطلب حلويات، فاحنا راح نطلع من الشتاء وزننا 100. لكن لا يعني سووا الشغلات اللي تحبوها، اكلوا معناتها كمية قليلة، مو شرط تاكلون الكمية كلها. يعني هاي الكنافة احنا راح نوزعها على العائلة كلها، يعني كل واحد راح ياخذ قطعة قليلة مو هواية، تمام، فما راح تأثر يعني. بس حبايبي هذا كان فيديو اليوم. شو رأيكم بالفيديو؟ ان شاء الله يكون عجبكم، نال رضاكم، لا تنسوا لايك الفيديو، اشتراك بالقناة، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.